كان يا مكان في يوم من ذات الأيام صحيت بدري على غير العادة، وده طبعا شيء وترني جدا. يعني ايه اللي حصل في الدنيا؟ استرها معانا يا رب. ايه اللي يخليني انا الاء اصحى 7 الصبح؟ فضلت قاعدة على السرير مخضوضة من الموقف، ولكن الحقيقة ان جسمي كان قاصد يصحيني بدري عشان اقضي اليوم الجميل ده من اوله. فجأة بدأت احس بوجع في معدتي، يليه وجع في بطني كده من تحت. قلت يا بت طنشي خالص، ده اكيد من الحمل. اكيد تلاقي العيل جوه بس بيستكشف المكان، بيفعص في المعدة اللي هو ايه اللي فوقيه ده، بيرفص في الكلى، بيعضعض في الامعاء، بيتنطط على البنكرياس. يعني ما تاخديش في بالك يا بت لولو. يعني وانا اصلا معروفه في تشخيص الامراض، ما عنديش يوم مرحميني. شويه والوجع عمال يزيد، فانا قلت ما بديهاش بقى، انا هاخد بنادول اكسترا. وده طبعا كان اقصى حل عقلي الضئيل المغفل وصله. ولكن يعني الحمد لله بعد ما اخدت البنادول تعبت اكتر. كلمت فادي قلت له تيجي بسرعه تلحقني عشان بفرفر. على ما هو جه من الشغل كنت انا بتشقلب في الصاله من الوجع، ولا اجدعها راقصه باليه. وصلنا الطوارئ، فضلت برضك اتشقلب على السرير من الوجع، وكل ما اشوف ممرضه معديه اقوم ماسكه في زماره رقبتها اقول لها اديني مسكن، اديني منوم. تقول لي ما ينفعش، لازم الدكتور الاول يكشف عليكي. فين الدكتور؟ جه على مهله. طبعا الدكاتره في الطوارئ يعني متعودين على الصويت والناس اللي بتتشقلب من الوجع، ففي منهم بيتعاملوا اللي هو عادي. ايه اللي حصل؟ طب انا كمريضه اول مره اتشقلب من الوجع، يعني مثل حتى ان انت مهتم يا اخي. الدكتور دخل بخطوات بطيئه تشبه الزحف، وانا قاعده عمال اعيط واصوت واشد في وشي واشد في هدومي. فدخل شافني قال الف سلامه. الله، كنت مستنيه حد يقول لي الف سلامه، انجز. قال لي مالك؟ قعدت احكي له للمره 7000. قال لي وبعدين قام مطلع جوانتي قعد يلبسه صباع صباع ويدخل ويعمل كده ويعمل، والحمد لله خلص لبسه. قام مطلع الفردة التانية وبدأ يلبس بهدوء. انا سبحان من خلاني امسك نفسي اني ملسعوش بالقلم. وبعد الحمد لله ما ربنا كرمه بعد ربع ساعة من لبس الجوانتي قال لي هكشف بقى على بطنك. بجد والله انا كنت فاكرة هنلعب طاولة. وبعدين قال وقام باصص للممرضة وقال لها هاتي ملاية غطيها علشان اكشف. هو انا لسه هستنى ملاية؟ قلت له ايه اكشف اهو. قمت شاده الهدوم ده هموت قدامه. كنت في حاله صعبه برضك، يعني يحس بيا يحس بيك ربنا. كشف وبعدين بصلي وقال لي شكلها كده الزايده. قلت له طب اديني مسكن وبعدين نتناقش. قال لي لا، انت لازما تعملي سونار عشان نتاكد انها الزايده قبل ما تاخدي مسكن، عشان لما الدكتور بتاع السونار يقولك هنا وجعك تقولي اي. طب فين دكتور السونار؟ قال لي دكتور السونار مش موجود، يلا هفن. ومشيوا. قمت ماسكه فادي قلت له فادي روح شوف لي دكتور السونار، يا اما هتسمع الفاظ عمرك ما سمعتها. فادي اتخض، خرج رجع قال لي سألت وعرفت ان دكتور السونار وهو جاي عمل حادثة، ففي دكتور تاني هيجي مكانه في خلال ساعة. انا سمعت ساعة دي قمت ماسكة الممرضة قلت لها تديني مسكن دلوقتي لا شوهك. وبالفعل ادتني المسكن. وبعدها بشوية قالوا لي هننزل السونار. دخلنا الاسانسير مش عايز يقفل. ويعني بدأت اسمع التمريض وهم بيتكلموا مع بعض وبيقولوا يعني ايه الدكتور وهو جاي يعمل حادثة والاسانسير الجديد يبوظ؟ ده ايه النحس ده؟ اول مرة المستشفى يحصل فيها كده. طبعا يعني حسيت بتلقيح كلام وتجريح واضح، بس عملت من بنا. نزلت السونار لقيت دكتورة كيوت كده قالت لي انا دكتورة فلانة دكتورة نسا، وقالت لي انا عارفة ان اكيد جزء كبير قوي من توترك وخوفك وعياطك ده خوفا على الجنين،
فاحنا هنعمل سونار نطمن على الجنين على ما دكتور السونار بتاع الجراحه يوصل. لا حبيبتي، لا ماما، انا ما كانش في حاجه هماني في اللحظه دي غير ان مفعول المسكن يشتغل والعياط والتوتر اللي انا فيه بسبب الوجع. فتعالي بالسونار يمين شويه كده شوفي لي ازاي ده، ونبقى نشوف موضوع الجنين ده بعدين، نبقى نتكلم فيه في اوقات فراغنا باذن الله. طبعا انتوا ممكن دلوقتي تشوفوني معاقه، ولكن ابسولوتلي يعني اللي جرب وجع الزايده هيفهم احساسي كويس أو. عملت السونار وقالت لي الجنين كويس الحمد لله. قلت لها يا بخته. فين بقى الدكتور التاني بتاع السونار اللي هيشوف لي الزايده؟ حصلت له حاله وفاه واعتذر. يعني ما كنتش عارفه ايه اللي بيحصل، ولكن احنا ادركنا ان انا لو قعدت اكتر من كده في المستشفى دي ممكن جهاز السونار نفسه ينفجر، المستشفى يجي لها قرار ازاله. فحفاظا على المستشفى وارواح الدكاتره فادي اخدني وداني مستشفى تانية، وعملوا لي بقى السونار في المستشفى التانية. قالوا لي السونار بيقول ان عندك مشكله في الكلى بسبب الحمل، اما الكشف بيقول انها زايده. فعشان نتاكد ونحسم القرار لازم تعملي اشعه CT. طب يلا نعملها. قالوا لي لا والله مش هينفع، اصل الاشعه ده هي خطر على الجنين، بس هي غالبا زايده. طب يلا نعمل عمليه الزايده. قالوا لي صعب برضك والله معلش، اصل انت لسه في اول الحمل والعمليه دي هتبقى خطر على الجنين. طب وبعدين يعني هتسيبوني اموت بزايدتي كده؟ وبعدين انا ملاحظه انكم خايفين على الجنين اكتر مني والعمل طيب. فجه دكتور وقور كده قال لي بصي يا بنتي هي الزايده، بس احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. شوفوا بقى، شوفوا الكلام. وهنحجزك في غرفه ونمنعك من الاكل والشرب، هنديكي محاليل وشويه مضادات حيويه لعلاج الزايده، بس مضادات حيويه عره ضعيفه، مش هنقدر نديكي مضادات حيويه قويه عشان خاطر على الجنين. ونستنى لما مفعول المسكن اللي انت اخدتيه يروح ونشوف هل هترجعي تتشقلبي تاني من الوجع ولا لا. اتحجزت. جالي تاني يوم قال لي بصي انت هتبدأي تاكلي، اذا تمام هنمشي على ادوية، اذا رجعتي هنعمل العملية. اكلت رجعت. قال لي بصي احنا هناكل زبادي مهلبية، اذا تمام هنمشي على ادوية، اذا رجعتي هنعمل العملية. اكلت رجعت. قال لي بصي احنا هنمنع الاكل خالص، احنا هنمشي على مشروبات، اذا تمام هنمشي على ادوية، اذا رجعتي هنعمل العملية. انا كل ده بقى في دماغي صورة محمد هنيدي وهم معلقينه وبيقول لهم انتوا بتلعبوا. قضيت بقى كام يوم كده، يعني كل ما فوق شويه اعيط لفادي اقول له مش عايزه اعمل العمليه، وكل ما اتعب اعيط لفادي اقول له خليهم بقى يعملوا لي العمليه. اديته جرعه نكد تدمر مستقبله وتكرهه في الجواز والخلفه والحياه بشكل عام. وبعد مرور 4-5 ايام كده لقيت دكتور غريب داخل عليا بيقول لي انت حامل في الشهر كام؟ عندك حساسيه من ادويه معينه؟ قلت له هو في ايه؟ قال لي انا دكتور التخدير، ما انت داخله عمليات كمان شويه. قلت له ايه المفاجاه دي؟ ايه المفاجاه دي؟ انا ما حدش قال لي. لبسوني الجاون بتاع العمليات ده ودخلوني غرفه العمليات، وقعدت اعيط طبعا، اول مره في حياتي اعمل عمليه، يعني شيء مرعب بالنسبه لي شويه. ودخل الدكتور اللي هيعمل لي العمليه قال لي ايه انت بتعيطي ليه بتعيطي ليه؟ انت خايفه مني؟ خايفه منك. يعني ايه السؤال ده؟ وقاموا ظرفوني حقنه في الكانيولا وحطوا لي الماسك على وشي ورحت بقى. ما حسيتش باي حاجه لحد ما سمعت صوت حد جنبي بيقول الاء. فتحت عينيا الدنيا مزغلله، شايفه الانوار اللي في السقف عماله تعمل كده زي الافلام بالظبط. وقعدت دقيقه كده مثلا انا مش فاكره اي حاجه، مش عارفه انا فين، مش فاهمه مين اللي قال لي الاء ده ومشي. طب انا مت ودخلت الجنه؟ لا اكيد الجنه ما فيهاش لنب موفره وزبطات بينهم واحده محروقه اهي. ما انا باصه للسقف شويه وادركت ان انا كنت في عمليه وان دي غرفه الافاقه. واول ما ادركت ده لقيت جسمي قاعد يترعش ولا صفي نار. فجت الممرضه قالت لي عادي ده من اثر البنج، وقامت دبه خرطوم تحت البطانيه بيطلع هوا سخن، انما ايه جميل. انا برغم كل اللي انا كنت فيه ده كنت عماله افكر ان لما الممرضه ترجع اسالها جايبين الخرطوم ده منين، عشان عايزه واحد زيه في البيت. بجد الخرطوم ده احلى حاجه حصلت لي في التجربه دي كلها، جميل.
المهم رجعت الأوضة، ومعروف طبعا ان اي حد بيخرج من اي عملية بيدوله مخدر قوي جدا، ولكن هم قالوا لي ممنوع عشان خطر على الجنين. قمت ماسكه فادي بقى، قلت له هو ايه اللي ممنوع؟ اشعه عشان خطر على الجنين، ممنوع عمليه عشان خطر على الجنين، ممنوع مسكن عشان خطر على الجنين. ابو الجنين هو ماسك عليهم زله يعني، وهم بيعملوا سونار لقوا الجنين بيعمل لهم كده؟ في ايه؟ انتوا ممكن تكونوا شايفين دلوقتي ان انا ام معاقه، ولكن ابسولوتلي انتوا بس مش فاهمين معايا يعني ايه حد خارج من عمليه بيقولوا له ممنوع تاخد مسكن. المهم بداوا يدوني مسكن عره كده ما بيعملش اي حاجه، بس هو احسن من ما فيش يعني. بقى كل ما ممرض يدخل اقول له اديني الحقنه بسرعه ارجوك محتاجه الجرعه. وفجأة بدأت أحس بوجع جامد جدا في رقبتي بكتفي كده، فسألتهم قالوا لي ده طبيعي جدا، لأن انت ساعة العملية دخلنا خرطوم من بقك لحد بطنك وبدأنا ننفخك زي الخروف بالظبط. وبعد قلت لهم كفاية يعني أنا مش مهتم أعرف إيه اللي حصل، ما تدخلونيش في تفاصيل شغلكم. والحمد لله ربنا ألهمني إن أنا أعمل دراعي كده، فالوجع قل جدا. ده بجد والله يعني انا انصح اي حد اتنفخ في عمليه يعمل كده. دي حاجه يعني ربنا يحفظني انا اللي اكتشفتها يعني، محدش قال لي عليها. ودي كانت تجربتي في عمليه الزايده. وانا حكيت لكم القصه دي عشان اسالكم سؤال واحد بس، محدش يعرف الخرطوم ده بيتجاب منين؟ بالله عليكم